ما فيش حد هيبعت لك عقد عمل هيطلب منك فلوس. يعني في مصر بقيت هولندي، وفي هولندا أنا مصري. لو جات لك الفرصة إنك تعمل حاجة في مصر ما تسيبش مصر. صباح الفل عليك يا باشا، يا رب تكون بخير وبصحة وسلامة. أنا دلوقتي خارج، رايح عندي ميعاد متأخر بس شوية، عشان كده باعمل الدنيا كده في السريع، والصبح كان عندي برضه ميعاد بس راح عليَّ. إحنا دلوقتي بنركب العربية أهو، ادعوا لنا بس الميعاد دوت يعدي على خير، والميعاد اللي ضاع علينا الصبح نعرف يعني نرجعه تاني. طيب أنا وصلت المكان اللي أنا عندي فيه الميعاد، هو المكان ده، فأنا هخش بسرعة دلوقتي عشان الميعاد، وبعدين أول ما أخرج هكلمك، خليك معايا. طيب يا جدعان، الميعاد عدى على خير، ويعني اتعمل لي كام ميعاد جداد. اتعمل لي ميعاد يوم الاثنين ان شاء الله بدري قوي، بس اهو يلا اخليها علينا المرة دي. وانا دلوقتي رايح ميعاد تاني، يعني فاكرين الشغل اللي انا كنت بشتغله في الريسبشن دوت، رايح دلوقتي اودي المفاتيح، يعني خلاص خلص، ولسه باعت الفاتورة عشان يدفعوا لي نقدياتي مصارية، يعني خير إن شاء الله. وبعدين مش عارف أعمل إيه الصراحة. خليك معايا وهتعرف أنا هعمل إيه. يعني الصبح كان ورايا برضو ميعاد مهم الصراحة، بس بجد راحت عليا نومة وما قدرتش أقوم للأسف، يعني للأسف عشان الميعاد دوت كان مهم جدا 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 جدا، بس خير ان شاء الله يعني. المهم انا قربت اوصل اهو، وهوصل كده وبعدين يعني هقول لك الدنيا فيها ايه وماشية ازاي. خليك معايا. طيب يا جدعان، انا رحت سلمت المفاتيح، وبعدين بعت الفاتورة، ودلوقتي مروح هاخد شاور كده في السريع، وبعدين هشوف بقى هعمل ايه. انا النهارده يعني اليوم اللي انا بصور فيه دلوقتي دوت يوم الخميس 23 ولا 24/7 الاشاره قفلت. يعني انت حظك فقري يا جدع، بكلمك كده الاشاره بتقفل. ماشي، المهم فانا دلوقتي هروح، ممكن اخدك معايا كده ونخرج ناكل بره، او هعمل حاجه كده سريعه في البيت. طيب يا جماعه، عشان الجو حلو وانا مبسوط، انا اخدت قرار، والقرار دوت ان انا هكافئكم على تفاعلكم ودعمكم معايا. يعني ايه؟ يعني احلى كومنت يجيلي على الفيديو دوت هعرضه الفيديو الجاي، ومش بس كده، لا، الكومنت دوت ماني 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 ماني، الكومنت دوت تمنه فلوس. يعني ايه تمنه فلوس؟ يعني احلى كومنت. الموضوع انا عايز اخلي، يعني عايز ارد لكم الدعم دوت، يعني دوت كشكر مني لدعمكم، عايز ارجع لكم الدعم دوت. فانا فكرت ارجعه ازاي. انا هرجعه بان انا يعني الكومنتات بتاعتكم اعرضها من دلوقتي في الفيديو اللي يعني احلى كومنت هيجي لي على الفيديو دوت هيتعرض الفيديو اللي بعده. والفيديو دوت هينزل امتى؟ الفيديو دوت تقريبا دوت 31. هو الفيديو دوت هيتعرض في شهر 8، فيعني لسه شوية. بس الفكرة في ان من دلوقتي احلى كومنت هيجيلي الفيديوهات هعرضها من اول الفيديو دوت، فعلى حسب بقى الفيديو اللي بعد دوت هيكون امتى. فيعني الدنيا ملخبطه شويه، بس يعني انت فهمت الخلاصه. اكتب لي كومنت حلو، والكومنت دوت هكافئك بان انا انشره. وده غير ان انا انشره، ممكن اقول لك تبعت لي، واول ما تبعت لي الانستا باي او فودافون كاش او اي حاجه ليك، هبعت لك على طول صاروخ كده هوت، ابعت لك في ساعتها 100 50 200 اللي انت عايزه. طيب انا عارف ان المنظر غريب شويه، وبالذات ان انا كل شويه اطلع لكم بتيشيرت شكل وبلبس شكل، بس انا لسه دلوقتي حالا يعني واخد شاور محترم، شاور لذيذ، يعني شاور تحفه حلو جدا. صليت العصر وقلت الجو لذيذ جدا، حلو جدا، سمايل اتس سنه، يعني ابتسم دي سنة. وقلت أخرج كده، أروح على مكان هادي نقعد فيه نتكلم براحتنا، عشان
هاجاوبكم على أكتر سؤال بييجي لي، وأنتم أكيد عرفتوا السؤال لإنه مكتوب في العنوان فوق أو تحت، هو فوق والّا تحت؟ هو على حسب أنت بتشوف الفيديو دوّة فين، بس يعني هو السؤال هيكون مكتوب في العنوان، فأنا هاركب دلوقتي العربية وآخدكم معايا عشان نجاوب على السؤال. طيب أنا وصلت دلوقتي للمكان اللي أنا عايز أجاوب على السؤال بتاعك أنت فيه، وهو المكان دوّة مكان أنا باحبه جدًا، يعني أنتم شُفتوه في الفلوجات اللي فاتت كتير، بس المكان دوّة بجد أنا باحبه، أنا ماسك التليفون فدوّة عشان أنا كاتب يعني الأسئلة هنا أهوّة، وكاتب برضه الإجابات بتاعتها، فأكتر سؤال جالي هو إزاي تسافر على هولندا؟ إزاي تسافر على هولندا دوّة يعني أنت عندك 9 طرق تعرف تيجي بيهم على هولندا، أول حاجة إنها تكون شغل، يعني إن يعني شركة تبعت لك عقد عمل وعلى فكرة في ناس كتير يعني أنا مش عارف إذا كنتم سامعينّي بسبب الهوا دوّة والّا لأ، بس يعني في ناس كتير بيتنصب عليها في الموضوع دوّة إنه يعني يقولوا لك تعالَ وهندّيك عقد عمل بس تدفع لنا كذا. أولًا عشان نقفل الموضوع دوّة تمامًا، ما فيش حد هيبعت لك عقد عمل هيطلب منّك فلوس تمام؟ يعني عشان نكون واضحين مع بعض، ما فيش حاجة اسمها حد يبعت لك عقد عمل ويطلب منّك فلوس، اللي بيبعت لك عقد عمل ديّة شركة بتكون هنا في هولندا، بتكون كبيرة ويعني وضعها يعني موجود، يعني زي ما بنقول في مصر كده شركة على وضعها، وأول ما بيبعت لك العقد العمل دوّة يعني هو اللي بيدفع لك، هو اللي بيجيبك هنا بيدفع لك التذكرة وبيدفع لك بيضبّط لك الدنيا كلّها وبيدفع لك راتب شهري كمان، الراتب دوّة المفروض إنه ما بين ال3800€ ويوصل ل5000€ في الشهر، يعني 3800 ل5000€ في الشهر، دوّة لو أنت يعني على وضعك في شغلك وشركة هولندية حبِّت إنها تبعت لك عقد عمل، تمام، ديّة الطريقة الأولى. تاني طريقة هي الدراسة في هولندا، والدراسة في هولندا مش سهلة، يعني لازم تكون يعني في مصر جايب مستوى عالي، والمستوى العالي دوّة تقدر تقدّم بيه على جامعات هنا في هولندا، والجامعات ديّة يا تقبل يا ترفض، ده غير إنك بعد ما بتقدّم على الجامعات ديّة بيعملوا عليك check الcheck دوّة بيشوفوا إذا أنت تقدر تعيش هنا في هولندا، يعني مادياتك تسمح لك إنك تعيش هنا في هولندا والّا لأ، يعني برضه لازم تقدّم لهم إثبات إن أنت تعرف تدخّل 1400€ في الشهر، يعني لازمك 1400€ في الشهر يدخلوا حسابك كل شهر طول فترة الدراسة بتاعتك، أنت ينفع تيجي هنا يا شغل يا دراسة يا تيجي لَم شمل إن حد هنا في هولندا يبعت لك دعوة، والدعوة ديّة بتكون لَم شمل يعني قرابة من الدرجة قُل مثلًا الأولى، التانية كده أهوّة، يعني مثلًا متجوّز أو اللي هو يعني مصاحب بتمشي هنا برضه، يعني سيبك من حلال وحرام دلوقتي، أنا باكلّمك دلوقتي في الطُرق اللي أنت تعرف تيجي بيها هولندا، يا جواز يا أنت مصاحب هنا ولازم تثبت ده، يعني مثلًا اللي أنت مصاحبها ديّة اللي أنتِ مصاحباه دوّة لازم يكون معاكم صور مع بعض، ولازم إن هو يكون جِه مصر كتير، وإن أنتم متصورين ومش عارف إيه، ولازم تثبت لهم إن ديّة علاقة حقيقية، يعني هم مش مختومين على قفاهم يعني معلش عشان يدخّلوك كده، لازم دي تكون علاقة حقيقية، فيعني لازم تشوف لك حد بجد تعرف تتعامل معاه. رابع حاجة هي اللجوء، إنك تيجي هنا يعني تيجي هنا بأي طريقة وتقدّم هنا على لجوء، اللجوء دوّة يعني بيتوافق عليه لمّا تكون أنت شخصيًا مضطهد، يعني مضطهد سياسيًا أو في حرب في
بلدك أو ديانتك، ملتك، أي حاجة إنسانية أو سياسية أو يعني مهما كان إيه السبب بتاعك، لازم يكون في سبب مقنع إن الدولة اللي أنت كنت عايش فيها ديت مش آمنة ليك. خامس حاجة بقى إنك تكون undernehmer ديت يعني إيه؟ undernehmer يعني entrepreneur. يعني إيه entrepreneur؟ يعني أنت رجل أعمال، إنك تيجي ببزنس، يعني أنت عندك بزنس في مصر كبير ما شاء الله زي الفل، تيجي تجيبه تدخله هنا في هولندا، ديت برضو بيدوك إقامة عليها. وعندك بقى الطريقة السادسة اللي ينفع تيجي بيها هولندا، وهي اللي انت اكيد يعني سمعت عنها، هي الهايلي سكيلد immigrants. يعني ايه؟ يعني الناس ذو خبرة عالية، الناس اللي عندهم خبرة عالية في حاجة معينة، الناس اللي عندهم دراسة عالية في حاجة معينة، والحاجة ديت تكون مطلوبة هنا، فانت بالفعل هيكون عليك الطلب هنا في هولندا، فهيجيبوك كده زي الشاطر يقولوا لك تعالى اشتغل عندنا. سابع حاجة ديت، وديت اسمها او بير، ديت انك بتروح عند عيلة مثلا هولندية او ناس عواجيز، بتساعدهم في اعمال البيت، يعني بتنظف لهم، تمسح لهم، تعمل لهم اكل، او اللي هو يعني من الاخر كده خدام او خدامة. فديت بس ديت لازم تكون في سن 18 ل 25 سنة. تامن حاجة بقى وهي الشغل التطوعي. يعني ايه الشغل التطوعي؟ يعني مكان هيكون محتاج ناس كتير في وقت معين، وعلى حسب الوقت دوت هيدوك الإقامة إنك جاي تشتغل ببلاش، يعني مش هيدولك فلوس، بس هيدولك ايه؟ تذكرة السفر، الإقامة، وهيدولك برضو مكان اللي هتعيش فيه، يعني مثلا أوضة أو شقة أو كده. هيوفروا لك كل دوت وأكلك وشربك، بس مش هتاخد فلوس طول فترة قعادك هنا في هولندا، وممنوع أصلا تشتغل. فاللي هو يعني هتيجي بس فترة مؤقتة تشتغل فيها مجانا، تشوف فيها الدنيا هنا عاملة ايه وكده. تاسع حاجة بقى وهي اهم حاجة، لو انت قدرت انك تقعد في هولندا 5 سنين بطريقة قانونية، يعني اذا كان شغل، دراسة، شغل تطوعي، ايا كان ايه، اذا كان لجوء، اي حاجة، لو قدرت تقعد بطريقة قانونية 5 سنين في هولندا، تقدر تقدم على الإقامة الدايمة. الإقامة الدايمة دي تدي لك الحق إنك تقعد تشتغل وأكنك زي الهولنديين بالظبط. وبعد فترة، بعد ما تجيب امتحان اسمه الانبرخرينج اكزامن، بعد ما تنجح في الامتحان دوت، تقدر تقدم على الجنسية الهولندية، اللي هي الباسبور الأحمر اللي انت عارفه ونفسك فيه. وكده بقى تبقى انت عرفت ازاي تيجي هولندا او تعمل ايه عشان تيجي هولندا. يا رب تكون استفدت حاجة وتعلمت حاجة جديدة. ولو عندك اي سؤال او عايزني اخش على اي نقطة بالتفاصيل، انا عارف ان انا ما اتكلمتش في تفاصيل كتير، بس لو حابب ان انا اخش على اي نقطة واتكلم فيها بتفاصيل اكتر او اشرح لك حاجات اكتر، يا ريت تعرفني في الكومنتات، وإن شاء الله ربنا يقدرني وأقدر أساعدك، أعرفك الدنيا فيها إيه وعلى إيه، وإزاي إيه هي أسهل طرق تيجي بيها هولندا. يعني ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب وشير، وتسيب لي كومنت عايزني أشرح لك أنهي نقطة أكتر، أو إيه التفاصيل اللي أنت عايز تعرفها، أو إيه الحاجات اللي أنت عايز تعرفها عن هولندا والعيشة في هولندا. وخلينا نقعد هنا شوية ونستمتع كده بالمنظر الخرافي ده. بجد الله أكبر ما شاء الله، المنظر تحفة. أنا بعشق المناظر دي بصراحة. استنى أرفع الكاميرا كده شوية. أيوة شوفوا كده. هو أنا مش عارف هم عملوا إيه هناك، بس يعني ليه حاطين الكلام دوت، بس شكلهم كانوا بيعملوا سباق في المية ولا حاجة. بس هي ديت هولندا وطبيعتها. ايه رأيكم في جمال هولندا؟ هولندا يا هولندا. شوف 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 اللي بيجري وبيلعب بالمركب بتاعته ده. عمو يا عمو يا عمو، خدني معاك لفة يا عمو، خدني معاك لفة يا عمو. عمو
عمو مش عايز ياخدني معاه لفة، ينفع كده؟ ينفع كده؟ لأ أكيد ما ينفعش طبعًا. يا جماعة أنا بجد مستمتع جدًا. أنا باقول يا جماعة أنا عمري ما هاتعلّم، أنا مش عارف ليه، لإن أنا في دماغي في ناس كتير بتتفرّج، بس هو أصلًا شخص واحد اللي بيتفرّج في نفس الوقت، فأنا باحاول بجد باحاول وباعافر إن أنا أكلّمك كشخص. يا جدع، يا جدع، أيوه يا جدع، هي يا جدع مش يا جماعة. هو مُفرد جماعة إيه؟ مُفرد جماعة إيه؟ يعني أنا لو عايز أقول لك يا جماعة بس ليك أنت، أقول لك إيه؟ خلّينا نقول يا جدع وخلاص؟ أيوه يا جدع، أيوه يا اسطى، أيوه يا اسطى، إيه يا باشا، إيه يا فنان. أنا أعرف واحد حبيبي كده على طول بيقول لي: "يا فنان، يا فنان، يا فنان." مش عارف ليه يا فنان. آه. أنا مش عارف أصلًا إذا كنت بتتفرّج على الفيديو دوّة والّا لأ، بس طلّعت كلمة فنان دي منين؟ ها؟ طلّعت كلمة فنان دي منين؟ عايز أفهم كلمة فنان دي. أنا باتمشى دلوقتي العربية سايبها ورا هناك مفتوحة، هو يعني أنا في منطقة يعني شِبه مقطوعة، بس يعني حتى لو المنطقة ما كانتش مقطوعة، فالأمان هنا برضه يعني عادي. يعني الحمد لله الدنيا هنا أمان جدًا. بس شوف رغم الجمال ده كله ورغم الأمان ده كله أنا نفسي في حاجة، نفسي أرجع مصر، نفسي أرجع وأستقر وأعيش في مصر، وديّة حاجة في أرنوب هناك، يا أرنب رايح فين؟ أرنب، أرنب راح في منور أنور هناك أهو. أنا مش عارف إذا كنتم شايفينه والّا لأ، خليكم معايا يمكن تشوفوه أهو، 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 أهو بيجري أهو، دخل هنا أهو، أرنب أنت ياه عايز أصورك. بيتكسف خلاص. خلاص مش هنحرجه أكتر من كده، مش هنحرجه أكتر من كده. المهم كنا بنقول إيه، كنا بنقول أنا نِفْسي في إيه، أنا بصراحة نِفْسي اللي هو أرجع وأستقر في مصر وأعيش في مصر، لإن سيبك من كل الكلام دوّة وإنك تعرف تسافر وتعرف تعمل هنا فلوس وتعرف والمناظر الطبيعية، بس بصراحة ما فيش أجمل ولا أحلى ولا أحسن من مصر. يعني أنا سافرت دول كتير، سافرت جزر كتير، سافرت أماكن كتير، بس برضه ما لقيتش ولا أحسن ولا أحلى من أم الدنيا، حبيبتي يا أم الدنيا. لو جات لك الفرصة إنك تعمل حاجة في مصر، ما تسيبش مصر، اعمل اللي أنت عايزه في مصر وما تسيبهاش، عشان غيرك نِفْسه يرجع لمصر، غيرك نِفْسه ينزل مصر. أنا كنت عايز أقول لك من الآخر كده ما فيش أحسن من مصر، فلو أنت بتفكّر تسافر، بتفكّر تيجي هولندا أو تروح أي دولة تانية، فكّر كويس جدًا، جدًا، جدًا وحُط مكسبك قصاد خسارتك. أنا دلوقتي ركبت العربية تاني بعد شوية وقت كتار كده أهوّة، كنت عايز أقول لك برضه يعني حاجة مهمة جدًا، يعني شوف أنا بقى لي هنا في هولندا 17 سَنة وأنا عمري 27. يعني أنا جيت هنا صغير، تمّيت ال10 سنين هنا في هولندا، ففي مصر بيعتبروني هولندي، غريب، أجنبي، وفي هولندا بيعتبروني أجنبي برضه، بيعتبروني مصري، بيعتبروني غريب، فاللي هو يعني في كل حتّة بقيت غريب، يعني في مصر بقيت هولندي وفي هولندا أنا مصري. يعني حُط الحاجات اللي أنت شايفها تستاهل إنّك تسافر في كَفّة، وحُط الخسارة اللي أنت هتخسرها برضه في كَفّة. يعني أهلك، المناسبات، يعني زي ما بيقولوا كده العلاقة بينك وبين أهلك، الconnection اللي ما بينك وما بين أهلك، كل الكلام دوّة هيروح، هيوصل عليك فترة أصلًا يعني ممكن أقول لك ما تكونش عارف أصلًا مين أهلك. يعني مين بيتولد ومين بيموت، مين موجود، مين مش موجود، مش هتكون عارف أي حاجة. يعني المناسبات بتيجي، المناسبات الحلوة والمناسبات الوحشة بتيجي وبتعدّي وكل حاجة، وأنت أصلًا خلاص يعني ما بتكونش عارف مين إيه ومين فين وكل الكلام ده. فحُط دوّة في دماغك قبل ما تفكّر إنّك تسافر، حُط الكلام ده في دماغك قبل ما تفكّر إنّك تسافر، عشان بجد الموضوع مش زي ما أنت متخيّل خالص، ولا سهل زي ما أنت فاكر، الموضوع صعب. أنت لمّا تسافر مش هتخسر بلدك بس،
انت لما تسافر هتخسر صحابك، بلدك، اهلك، حبايبك. ده غير طبعا ان يعني انت بنفسك هتحس باحساس الوحدة مهما كان كنت اجتماعي، ومهما عملت صحاب هنا، ومهما هتحس برضو انك لوحدك. حتى لو كنت جاي مثلا لم شمل ومعاك شخص او شخصين من عيلتك، او 3 اشخاص او 4 اشخاص من عيلتك، برضو احساس العيلة العزوة غير. ففكر في ده كويس قبل ما تاخد الخطوة دي. طيب يا جماعة، أنا جاي خارج دلوقتي لقيتهم قفلوا السور دوت وحبسوني، مش عارف ليه، بس هو تقريبا أنا ما كانش مسموح لي أخش هنا. بس أنا هقوم أفتح السور وأخرج. Was net te vroeg met afsluiten, denk ik. Doe hem even voor je open. Top, dankjewel man. Help. dankjewel man. Geen probleem, broeder. عودوا. شفتوا الدنيا سهلة ازاي؟ اهم حاجة الضحكة، اهم حاجة. يعني انت ممكن تنزل وتعمل مشكلة ومش عارف ايه، بس لا، اهم حاجة الضحكة الحلوة، اهم حاجة العلاقة الطيبة، الابتسامة. الابتسامة دي سنة يا ناس. ابتسم في وش اخيك لعل يعني تفك عليه الديكة. بكده بقى احب اقفل الفلوج دوت، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، في فلوج جديد. كان معك سيف مبابي من قلب هولندا. سلام. Okay, let's go.